مهتم بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج ولسه مشتركش في القناة يشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل علشان يصل كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار. برجو من حضراتكم اللي يتواصل معايا بكود العروسة، وكود العروسة دوت هو 527. يا ريت حضرتك تشاهد العرض جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، علشان العرض لو مناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبة من قبل صاحبة الإعلان تتواصل معايا برسالة فيها بياناتك الشخصية كاملة العرضها عليها أو على ولي أمرها على حسب طريقة التواصل اللي موجودة معانا في العرض. علشان ما اطولش على حضراتكم نبدا عرض النهارده ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام مطلقه على قدر كبير من الجمال والاحترام، من عائله محترمه جدا، ناس ملتزمين وعارفين ربنا، واهم شيء بالنسبه لهم انهم يشوفوا بنتهم مع انسان محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها ويكون سند ليها. فهي مدام مطلقه في منتصف الثلاثينات، مؤهل متوسط، لا تعمل وتقيم في منزل اهل منذ طلاقها، لديها طفل واحد 6 سنوات بيقيم معاه في منزل الاهل، ووالده متكفل بجميع مصاريفه ونفقاته الشخصيه. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة الشرقية، السن في منتصف الثلاثينات، وهي لا تقبل التعدد. يعني يا ريت اللي تواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية، فربنا يقدم الخير للجميع إن شاء الله. وقبل ما أقول لحضراتكم مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط به، دايما بحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبأكد لحضراتكم دايما إن احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، وهدفنا إن احنا نساعدكم إن شاء الله في إيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج: يكون راجل محترم وعلى خلق، أرمل أو مطلق، ملتزم دينيا ومصلي وعارف ربنا، يصونها ويكون سند ليها ويكون معاها ببناء أسرة من أول وجديد، يكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت، ويكون لديه شقة أيضا للإقامة فيها مع بعد الزواج إن شاء الله، لأن زي ما احنا قلنا هي بتكون في منزل أهل منذ طلاقها. يكون قريب جدا منها في السن، ما يكونش فرق السن بينهم كبير وده من أهم شروطهم، ويكون أيضا من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها أو اللي هم بيقيموا فيها. طريقة التواصل مع والدها وولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة من قبلهم. يا ريت يتواصل معنا برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة العرضها عليهم، وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا